بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هكلمك على تقنية البي او اي. تقنية البي او دي 3 كلمات دول اختصار لكلمة باور اوفر ايثرنت. هم واخدين من كل كلمة أول حرف البي والاو والاي كده بقت تقنية البي او بي او اي. تقنية البي بتعتمد على كابل النتورك اللي هو دوت كات 6 كات 5 اللي عجبك ار جي 45. بتعتمد عليه ان انت بتدي للكاميرا باور من خلال كابل نتورك، بما معناه بدل ما توفروا عليك، بدل ما تمد كابل باور وتشتري باور سبلاي للكاميرا عشان تشغلها وتمد كابل داتا عشان توصل الكاميرا على الكمبيوتر او على السويتش، لا هم وفروا لك الموضوع ده كله ولخصوا لك في كابل واحد بس يدي الكاميرا باور وتاخد منه داتا تشوف الصورة على الكمبيوتر او توصل على السويتش. فهو دي تقنية البي او اي. طب ليه مسمينا باور اوفر ايثرنت؟ لان الباور بتاخده من خلال كابل. دي البورت ده اسمه بورت الايثرنت، ده بورت الايثرنت. هما كاتبين لك الباور اوفر ايثرنت، يعني الباور من خلال البورت اللي هو الايثرنت دوت اسمه الايثرنت، تاخد الباور. دي التقنية. طبعا كاميرات طبعا قبل ما تخش في اي تفاصيل تانية، الاجهزة اللي انت محتاجها بتحتاج يا اما مديولات زي ديت. المديولات ديت بتاخد الكهرباء على 220 بتوصلها، بتمد كابل للكاميرا. الكابل الكاميرا دوت اهو مكتوب، هتلاقي ان مكتوب عليه باور اوت. بيدي الكاميرا بيديها باور وبيديها والداتا بتاخدها وتوصل الكابل التاني يا اما على اللاب عندك على الكمبيوتر يا اما بتوصله على سويتش. كويس. ده لو عندك كاميرا واحدة. ليها كذا مديول برضه نفس القصة. طيب لو عندك اكتر من كاميرا، في الحالة دي بتضطر تشتري سويتش بي او اي. لو عندك اكتر من كاميرا في الحالة دي بتضطر تشتري سويتش بي او اي، وكل كاميرا لو عندك 4 كاميرات بتشتري سويتش 4 بورت. لو عندك 8 كاميرات بتشتري سويتش 8 بورت، وهكذا حسب الكاميرات. طبعا هنا مكتوب، حتى بتلاقي على المواصفات بتاعت السويتش هتلاقي هنا ويز، مكتوبة ويز 4 بورت بي او اي انجكتور unmanaged سويتش. خلاص 4 ويز 4 بورت بي او اي، يعني دول الاربعه دول بي او اي. يبقى مكتوب على السويتش عشان تبقى عارف، مش اي سويتش، يعني مش السويتشات العاديه، لازم يكون السويتش بي او اي، اسمه بي او اي. سويتش عادي بس بيدعم خاصيه البي او اي وتلاقي مكتوب عليه. كويس. ده في حاله لو انت عندك اكتر من كاميرا. ده بالنسبة للأجهزة اللي انت بتستخدمها عشان تدي باور للكاميرا. عندك الكاميرات. طبعا الكاميرات ده ما احنا دي كاميرا بيلكو. كاميرات البيلكو غنية عن التعريف، طبعا معروف يعني كاميرات بيلكو. طبعا كاميرا أمريكي. بتلاقي هنا طبعا التطور بتاع الكاميرات زي ما اتكلمنا قبل كده، بيتطور كل يوم، في تطور كتير. هنا بيدعم لك اهو، مكتوب لك هنا حتى البورت، بتلاقي على الكاميرا كل حاجة مكتوبة. مكتوب بي او اي، اللي هو مكتوب بي او اي عندك اهي. لو ما عندكش بي او اي تعمل لك كمان باور، تديها باور، مش لازم بي او اي، يعني يا كده يا كده. 24 فولت العلامه بتاعت الاي سي، العلامه الاي سي 24 اهو. تدي هنا 24 لو ما عندكش بي او اي، وتوصل كابل النتورك عادي. يعني هو مريحك خالص. لو ما فيش كده في كده. كويس. دي كل الكاميرات الحديثه اللي اليومين دول نازله. عندي نفس الكاميرا برضو في اركون فيجن، كاميرا امريكي، نفس القصه اهي. دي كاميرا طبعا عايزه لينس. ادي بي او اي، هتلاقي مكتوب لان بي او اي، يعني بتشتغل بي او اي. لو ما عندكش بي او اي تديها من تديها 12 ل 48 دي سي، يعني 12 دي سي. يا اما لو ما عندكش دي سي تديها 24 اي سي، تجيب لها ترانس 24 اي سي وتوصل هنا في الاثنين دول. طبعا الاي سي مفيش فرق، الاي سي مفيش بولاريتي، يعني ما تحطش السالب بدل، مفيش مشكله، ركب اي حاجه بيركب هنا طالما هو معلم لك عليه وعامل لك شرطه. طبعا الدي سي بتحط الموجب وتحط السالب. خلاص. ده بعض الانواع من الكاميرات البي او اي. طبعا كاميرات البي او اي مكتوب عليها وموضح لك الموضوع كويس قوي. طيب انت دلوقتي في حاله لو عندك كاميرا
عندك كاميرا زي ديت متحركة، كاميرا اي بي، دي كاميرا اي بي كويس. الكاميرا اي بي دي بس ما هياش بي يو اي، يعني انت دلوقتي عندك شبكة والشبكة ممدودة وشغالة، بس الكاميرات اللي عندك ما هياش بي يو، كاميرات بيتركب لها باور. طيب انت في حالة او فرضا ان انت اشتريت كاميرات ورجعت في كلامك لقيتها هتكلفك الباور والاسلاك وتمديد الاسلاك هيكلفك كتير. فايه الحل في الوضع ده؟ لان الكاميرا بس بتشتغل ايثرنت، بس بتشتغل اي بي ايثرنت، بس الباور بتاخده من هنا، ده الباور بتاعها. ايه العمل في الحالة دي؟ عايز توفر على نفسك طبعا الوقت والمجهود والفلوس والباور سبلاي اللي هتشتريه والاسلاك اللي هتمدها، وتديها بس باور من هنا وتريح وتدي خلاص تفصلها. في حل للموضوع دوت. طبعا الحل ده انا ما عنديش المديول الصراحه، بس انا يعني ايه بقوله لك، انت فتح راسك في الموضوع، فتح راسك اهو. بتشتري المديول دوت بتشتريه، ده اسمه مديول، بيدي لك الكاميرا بي يو اي. طيب ازاي؟ هتاخد الطرف اللي هو ال RG45، دي اسمها RG، تاخده تركبه هنا، وتاخد طرف الباور اللي هو دوت هتركبه هنا، واصبح عندك الطرف دوت هتوصله على السويتش عندك وخلاص على كده. هتوصله على السويتش. طبعا السويتش بيكون بي يو اي، السويتش او لازم يكون بي يو عشان يدي باور لهنا، والباور يطلع لك من هنا شغال لك الكاميرا. ده الحل، ده حل للكاميرات اللي عندك. لو انت عايز تعمل ابديت للشبكه عندك، تحديث، او ان انت هتكسر وتعمل وهتشيل الكاميرات وترجع تركبها تاني، وكاميرات ما هياش اي بي، ما هياش بي او اي، خلاص بتريح راسك وتشتري ده. بدل بقى ما تقعد تمد اسلاك من جديد باور وتشتري باور، لا انت تشتري دوت ووصله على كاميراتك على طول، وكده انت خليت الكاميرا بتاعتك بي او اي. انت ما عليك ان انت وصلت كابل النتورك بس هنا، ودوت خلاص لغيته من الشبكة عندك وريحت راسك وخلاص على كده تمام. ده بالنسبة لوضع الكاميرات البي او اي. طبعا هو زي ما انت شايف هنا بيوصل على الكاميرا، واصل على الكاميرا اهو. طبعا هنا بقى بتديله الباور البي او اي، هنا بتوصله على السويتش او المديولات اللي انا وريتها لك من شويه. طبعا هنا اعطي لك الامكانيه. انت طبعا لما تيجي تشتري المديول دوت لازم تاخد بالك من فتحه الباور هنا، كل فتحه مختلفه عن التانية، كل فتحه في كاميرا مختلفه عن التانية، فلازم يكون هنا في سبورت. يعني انا مثلا هديك على سبيل المثال، لو جيت اركب هنا دوت ما هيركب هنا الفتحه دي. فانت لما تشتري المديول دوت انتبه ان هو يركب معاك هنا، لازم يركب معاك هنا، فهمتني؟ طبعا انت في شركات مريحه وهتقولك ايه امكانيه. لو انت عندك اي فتحه من الباور زي دي مختلفه، انت بتختار اي واحد من دول تركبه هنا وتوصله على الكاميرا بتاعتك. ده الكاميرات البي او اي. طبعا المعلومه الاخيره، الكاميرات البي او اي بتبقى كاميرات اي بي. كاميرات البي او اي كاميرات اي بي، مش كاميرات عاديه. يعني اي كاميرا، ما تقولش على كاميرا عاديه بي او اي، الكاميرا الاي بي بس اللي هي بي او اي. يعني التقنيه دي في الكاميرات الاي بي بس، ما في شيء تاني، عشان بس ايه المعلومه واضحه شويه. وشكرا لكم يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.